انقرضت مع كورونا. وات؟ أنا انقرضت؟ أبو الرب شو عم تعمل هون؟ اتسلل لجزيرة ابستن. تتسلى؟ ايوه بس أنت ما بتحتاج تتسلى. يلا باي، بشوفكن على الجزيرة. ايوه معناها انت وراك سر كبير وانا رح اكتشفه هلا. لقيت فكرة، رح افعل خاصية كونان. جايتك يا ابو الرب. رح ادور على الحقيقة بكل مكان، بين المخدات وتحت الكنبة. معقول تكون الحقيقة جوا الطنجرة؟ مش موجودة. وين ممكن الاقي حقيقة الفيديو يا ترى؟ ألو؟ يعني هو خدعنا؟ والإيميل كذب؟ انا لازم خبر متابعيني بالحقيقة. هلا كلياتنا شفنا فيديوهات، انبسطنا وتسلينا واستمتعنا، بس انا من النوع اللي ما بحب ينضحك علي، واذا حسيت في شيء مو مزبوط بضل عم بلحق الموضوع لحتى اعرف الحقيقه. وطبعا بعد ما اعرف الحقيقه نحن بنات يعني قر 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 ما فينا نسكت. خلينا نبلش. اول شغله لاحظتها انه الفيديو تبعه 23 دقيقه، وهو قاعد فعليا اول 19 دقيقه بس عم بيلف حوالين الجزيره وعم يصور لنا اياها من فوق بالدرون. يعني هو فعليا 19 دقيقه ما دخل لسه على الجزيره. مده الدخول على الجزيره يمكن ما بتتجاوز دقيقتين لثلاث دقائق فقط من كامل الفيديو. ولما رحت وبحثت على الانترنت لقيت انه مع انه هي الجزيره ملكيه خاصه الا انه شواطئها مسموحه للعوام. بمعنى اخر اي واحد فيكم معه شويه مصاري، احنا حرفيا بنقصنا بس المصاري، يسافر على امريكا يستاجر جيت سكي وينزل بشواطئ هي الجزيره وما عليه ولا اي مشكله. طيب ابو الرب ليش نزل بنص البحر وسبح لعند الجزيره؟ اكشن. طب ليه كان مكتوب تسلل الى جزيره ابستن؟ شويه دراما. ما هو لو كان كاتب مثلا زياره الى جزيره ليتل سانت جيمس ما كان حدا رح يتحمس يشوف الفيديو، صح ولا مو غلط؟ يعني هو فعليا ما عليه اي خطر، ولا تخافوا ما رح يتغرم ب 10 مليون دولار وما رح يضطر انه يحذف الفيديوهات تبعيته. طب لكن شو سر الايميل اللي وصله بالتهديد؟ الايميل اللي وصله من وين؟ من ال اس جي. بتعرفوا مين هي ال اس جي؟ رح اقول لكم باختصار. الجزيره زمان كان بيملكها واحد اسمه جيفري ابستن، والشركه التابعه لابستن كانت شركه ال اس جي، يعني ملكيه ال اس جي. بعام 2023 اشتراها واحد اسمه ستيفن، ومن وقتها صارت ملكيه خاصه تابعه لهذا الشخص، وتغير اسم الجزيره لجزيره ليتل سانت جيمس. الايميل اللي وصله لابو الرب وصله من شركه ال اس جي، يعني وصلته من المالك السابق للجزيره اللي هو مات وشبع موت. هي اول غلطه بالايميل. الغلطه الثانيه اللي ما تبع عليها ابو الرب وهو عم يصمم الايميل، طيب لو كان المالك الحالي هو اللي بعت له الرساله ليش بده يجيب سيرة المالك السابق؟ مو معقول. ليش بتقولي مستحيل انه ابو الرب يصمم هذا الايميل؟ عادي، ما ابو الرب صاحب شركة وعنده ناس بيشتغلوا بكافة مجالات الاي تي، يعني ما بيصعب عليهم ان يعملوا هيك ايميل وهمي. هلا في نقطة مهمة كمان، انت مثلا لو وصلك ايميل تهديد من الشرطة انك رح تنسجن لا سمح الله، شو بتكون ردة فعلك يا ترى؟ انت خبرني. هو لما وصله ايميل التهديد بدل ما يخاف ويروح يحذف الفيديوهات شو سوى؟ راح ترجم الفيديو اللي وصله للانجليزي مشان يوصل للعالمية، مشان يوصل للأجانب، وفعليا نجح. أنا للأمانة معجبة جدا بالعبقرية تبعيته، لأنه هو استغل شهرة الجزيرة والترند اللي نازل ويلا نضرب. طبعا هلأ بنط لي واحد بيقول لي ما تروحي ما تعملي اللي هو عمله. شوف مجهزة شنطة السفر، أنت بس اعزمني والله العظيم. ها أنا واقفة على الباب، اعزمني بروح. يلا أنا ناطرة العزيمة. هيك حبايبي نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، بتمنى انكم تكونوا انبسطتوا برحلة التحقيقات تبعيتي. تذكروا دائما اني انا بحبكم كثير كثير كثير. يلا باي.